السلام عليكم واهلا بكم في مطبخ ام احمد. النهارده هنعمل مع بعض البيتزا العجينة وهنفردها كده بالمردانة. واللي حابة تعرف العجينة من البداية هي نفس القرص الطرية، وده هتظهر آخر الفيديو على يمين الشاشة. هنفردها كده وتكوني محضرة جنبك كل حاجة كده. الجبنة بشراها ومجهزاها، والتونة والطماطم مقطعاها، والزيتون والفلفل الأخضر. بعد ما فردناها كده حطيناها في الصينيه وخرمناها كده بالشوكه. هنجيب الصلصه بتاعتها ونحطها كده. طبعا الصلصه دي سهله. هتجيبي بصلايه وفصين توم، ومع الطماطم هتكوني سلقاها شويه على البوتاجاز ومقشراها وتضربيها في الخلاط بس كده، وتحطي التوابل اللي تعجبك عليها. نفرد الصلصه كده. وبعد ما فردنا الصلصه بالشكل ده، طبعا تبعدي عن الحوافي كده، الحرف بتاع البيتزاية، وتحطي بقى هنحط التونة. طبعا تعمليها بالتونة او بالفراخ او بالسي فود اللي يعجبك، وباللحمة المفرومة، بأي حاجة اللي انت حابة تعملي فيه. وبعد ما فردنا التونة كده هنرش الزيتون كده، زيتون مقطع طبعا كده، والفلفل، والطماطم، هرصها كده. طبعا انت حابه تحطي على التسبيكه زعتر، فلفل اسمر اكيد طبعا، كمون، بتاع ملح. وهنفرد عليها الجبنه كده وندخلها الفرن. نعمل البيتزا المقفوله دلوقتي مع بعض. هنحط فيها شويه صلصه صغيرين كده، هنرش الزيتون والفلفل والطماطم والجبنه، ونقفلها مع بعض كده. نديها خرمين صغيرين من فوق كده تتهوى، وندخلها الفرن. ودي البيتزا بعد ما طلعت من الفرن. دي اللي بالتونه، ودي البيتزا المقفوله، ودي اللي بالجبنه. ويا رب تجربوها وتعجبكم، ولايك وشير، والسلام عليكم. بالهنا والشفا.